السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض روتين كده تشجيعي في البيت وفي المطبخ، هيشجعكم يا بنات بإذن الله. تمام. تعالوا كده قول معايا. اول حاجة طبعا كان في مواعين عندي في المطبخ، فطبعا غسلتها وروقت المطبخ قبل ما اعمل الغدا. ونعمل النهاردة ان شاء الله غدا اقتصادي جدا وموفر كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين انا قلت النهارده هعمل اكل كده اقتصادي وسريع كمان في نفس الوقت، وبرضه كنت مستعجله فقلت كده هعمل حاجه سريعه كده. تمام. كنا كمان متاخرين في اعمال الغدا وكده، فقلت هعمل بتنجان مشوي وبطاطس كمان مسلوقه. هنغير بقى مود البطاطس محمره وكده، ونعمل النهارده ان شاء الله بطاطس مسلوقه. عاوزه اقول لكم كان العيال مش عاوزين ياكلوها، بس يعني ايه سيبتهم بألف هنا يعني. بألف هنا. اضطريت عليهم ان هم ياكلوها، يعني مش على طول، يعني مش كل يوم هنعمل بطاطس محمرة، لازم الواحد برضو يعمل كده حاجة بعيد عن الزيت وكده. آم، فقلت يا بنات هعمل بطاطس مسلوقة وكمان بتنجان برضو مشوي برضو. فالاتنين كده حطيتهم على النار، وقلت كده اسيبهم ينعملوا براحتهم كده. هلم كده اي حاجة على الحوض. تمام. وانضف مكاني بحيث ان برضو المطبخ يفضل نظيف كده. زي ما انتوا شايفين كده الحوض بسم الله ما شاء الله شكله كده يفتح النفس. اي حاجة عاوز نغسل بروح غسلاها اول باول. تمام، عشان كده تحسي براحة نفسية في المكان مش تحسي بضغط يعني عليكي ولا كده. المهم قلت هعمل البطاطس يعني يا بنات، حط على شوية ملح وعلى النار. قلت هسيبها تتسلق وبتنجان بتشوي براحتها كده. هدي عليها النار على بال ما اخلص اللي ورايا، اشوف يعني اي حاجة في البيت يعني بعد كده اعملها. فكان في شوية هدوم. تمام. فقلت بقى اقعد اطبقهم كده معاكم. يلا لو وراكي بقى شوية هدوم، وراكي اي حاجة في البيت، تشجعي كده وانتي بتتفرجي عليا وقولي قومي اعمليها. تمام كده. كان في شوية هدوم كده للعيال، كنت واقفة عشان الكاميرا وكده مش اظهر. قلت ظبط الكاميرا يعني بعد عن وشي، فروحت قاعدة بقى مش هفضل واقفة وانا بطبق الهدوم يعني. تمام كده يا بنات. فكان في شوية كيسين مخدة كده على هدوم من العيال مدفيتين، قلت كده اطبقهم معاكم واشجعكم. طبعا الغسيل دي كل يوم غسيل، فاكيد عندك هدوم دلوقتي، فقومي كده طبقيها ورصي الدولاب بتاعك وشجعي كده. تمام. دي كان اللهم صل على النبي دفايتين برضو، عارفين بقى الجو ساقعة وكده، فالواحد بيتغطى يعني وبيفرش دفايات برضو على السرير وكده. فقلت كده اطبقهم. حتى اللي عمال ظبط في الكاميرا مش عرفت اكمل. المهم العيال طلعوا على السرير وعمالين يبصوا على الموبايل للكاميرا كده، فطبعا حذفت يعني المقطع ده. تمام. عاوزه اقول لكم شوفوا ماسوره اللي هي بتاعت الستور يا بنات، العيال فضلوا يشدوا فيها العيال لما وجعوا الستاره بالبتاع دي. الستاره التانية برضو وجعوا حته منها اهي، فضلوا يشدوا فيها. هما بيجوا في الحته اللي هي جنب الفريزر دي، يفضلوا يلعبوا فيها علشان فيها حاطه الحته دي، حاطه فيها نجفتين. والكرسي ده كمان حتى سد الحته بين السرير دي قولوا معايا، سدها بمنشر الغسيل. بس هما بيطلعوا على السرير وبينزلوا برضو. عاوزه اقول لكم الكرسي ده بيعمل كوارث، بيجيبوه يطلعوا عليه بقى ان كان على الرخامه اي حاجه عاليه بيحطوا الكرسي ويطلعوا عليه. فعشان كده انا حاطاه في الحته دي ومش برضه اعمل. عاوزه اقول لكم بقى النجفتين دول هما مش نجف، ما هو مش عارفه اسمهم لا النجف اللي هو بيبقى فوق في السقف دي، مش عارفه الصراحه مش فاكره. قعدوا عليهم كسروهم، حتى تحس ان هما مايلين كده. فمش عارفه احطهم فين. كنت جيت احطهم تحت السرير وما دخلوش السرير بتاعي، يعني مش عالي يعني. فدي الهدوم الشتوي برضو كانت في الحتة دي، فقلت اطلعهم كده بالمرة. الحتة سجعت كده يا بنات، فقلت برضو لازم يتغسلوا قبل ما احطهم في الدولاب. تمام. فقلت اطلعهم اغسلهم واحطهم في الدولاب، بحيث بقى اي حاجة هما نايمين ولا كده يلبسوا بكم. تمام. ولو مثلا طالعين برا ولا كده المغربية يلبسوا بكم يعني. حمدت ربنا جدا ان انا غسلتهم. كانت بنتي تعبت وراحت الدكتور فلبستها بكم يعني، كانت
ماشية الساعة 10 بالليل، فلازم يعني أطفال يطلعوا برا بالليل في الوقت ده لازم يلبسوا بكم، مش ينفع نص كم خالص يا بنات عشان الجو ساقعة وكده يعني، فربنا يحفظهم. فقلت اطلع الهدوم كده واغسلها ان شاء الله. عبيت بقى تعالوا بقى البتنجان، نرجع بقى المطبخ تاني نكمل الغدا بتاعنا. دي كانت خلصت اهي يا بنات، كانت عاوزة يعني سنة صغيرة كده، فقلت اسيبها كده عبات لما اجهز السلطة وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس كده تجيبي خيارة وطماطميتين كده. عاوزة اقولكم لما باجي اعمل سلطة مثلا الخيارة كبيرة بروح اقسمها نصين وحاطة النص في التلاجة وعاملة النص التاني. فقلت همش هعمل سلطة اعملهم كده صوابع زي ما انتوا شايفين كده. تمام، يلا لو لسه وصلت اللي عندي هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. كنت بقى هحط حتة جبنة كده اللي عاوز جبنة، بس انا مش هزود يعني جبنة كتير، هحط يعني معلقتين كده حتة صغيرة يعني. عاوزة اقولكم ان انا بحطها في كيس كده علشان ما تنشفش من جوه يعني وهي في التلاجة، عشان يعني العلبة دي بتقعد معايا ممكن اسبوع او اكتر من اسبوع. هي بصوا العلبة الربع دي اسبوع عشان في مدارس وكده، ففطار ومدارس فهي اسبوع. طلعت بقى عيش من الفريزر، قلت اسيبه يفك برضه عبات لما اكمل الاكل. تمام، تعالوا بقى عاوزه اقول لكم ان ده فلفل كان اخضر، والله بجد كان اخضر في التلاجة، بدأ ان هو يحمر كده ويصفر في التلاجة. فقلت قبل ما يبوظ هفرمه واحطه في الفريزر. خلوا بالكم وانا بعمل بالشوكة راحت الشوكة كسر العلبة من تحت، فتخلوا بالكم ممكن تطلعوها في طبق وانتوا بتطلعوا اللي بتاعي يعني تحسوا ان هو فلفل الوان، بس هو والله فلفل اخضر وصفر، وفي فلفل اصفر وحمار يعني. فلفل الوان ببلاش بجد والله دي فلفل اخضر يا بنات بس اصفر في التلاجة. قلت هطلع كده عاوزه اقول لكم يعني لو فلفل اكتر قاعد عندي مثلا اكتر من اسبوع في التلاجة بروح فرماه وحاطاه في الفريزر برضو نحافظ في الفريزر. تمام، فطلعت منه بقى البتنجان وقلت هحط عليه توم برضو عشان هو مش عليه توم. فالمهم جيت بقى على البطاطس، هنبدأ نهرسها كده مع بعض. عاوزه اقول لكم انت ممكن تعملي توم توم بكزبرة لا توم خضرة يعني، بحتة الزبدة على النار شلوحيها على النار وتروحي حاطة بص المهروسة دي او شبت. تمام، او ممكن تعملها بطماطم السبكة حباية طماطم بالتوابل وتحط عليها بطاطس مهروسة يعني بالطماطم او بالزبدة والثوم، او بالزبدة والثوم والخضرة يعني اي نوع خضرة انتي بتحبيه، او فلفل برضو. تحط عليها كده معلقة زبدة وشلوحيها معاها بتبقى طعمة وزي العسل. تعالوا بقى قلت اهرسها كده واحط عليها ملح وفلفل اسمر وشوية من كزبرة صغيرين كده واهرسهم واحطهم كده اكلة كده سريعة كده مش حطيت عليها توم ولا اي حاجة. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ده روتيني النهاردة خفيف كده ساعة الغدا. تمام، وشوية هدوم كده عملناها مع بعض وهنغسل المواعين مع بعض واشجعكم كده روتين النهاردة ان شاء الله يعجبكم بإذن الله. هرسل بقى زي ما انتوا شايفين كده يا بنات البطاطس. تمام، هبدأ بقى اعمل في الباذنجان. كانت حامية جدا بس انا كنت مستعجلة وعاوزة اخلص، فانتي يعني لو مش مستعجلة بس بقى تبرد شوية. تمام كده، فقشرتها. تعالوا بقى نعمل الدقة. تعالوا بقى يا بنات حطيناها على النار، جبت طبق رحت حاطه فيه زيت وكمان الفلفل اللي احنا طلعناه مع بعض. تمام، هبدأ بقى انا اقلب فيها كده كويس جدا. تمام، تشويحة بسيطة كده مع فص توم عشان قلتلكم الفلفل اللي كنت مخزناه في الفريزر ما كانش عليه توم. عاوزه اقول لكم ان الفلفل ده بطلع منه البتنجان، ولو مثلا بتنجان مقلي الدقة بتاعته برضو للسمك بتبقى حلوة جدا. ولو عاملة كبدة برضو بشيل من الفلفل ده واحطه على الكبدة. تمام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عاوزة اقول لكم الفلفل ده يعني بينفع في اي حاجة، فانتوا تحطوه وتخزنوه في الفريزر بتطلعوا كده على قد الوصفة
سهل عليكي جدا. تمام. هبدأ بقى اجيب البتنجان واهرسه بالشوكة كده كويس جدا يا بنات. قوليلي بقى في الكومنتات ايه رأيك، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، يساعدني طبعا ويشرفني تنضمي معايا في عيلة الحلو. شلوحتها كده تشويحة بسيطة مع الثوم والفلفل. هبدأ بقى احط يا بنات اللهم صل على النبي البتنجان كده زي ما انتوا شايفين. طبعا نحط عليها ملح وفلفل اسمر وكمون وشوية من الكزبرة كمان، وتشلحوهم كده مع بعض، بتدي كده ريحة جميلة جدا وانت هي على النار كده. لو عندك بقى طحينة هتحطي كده معلقة صغيرة من الطحينة. تمام. وتقلبها تقلبتين كده وخلاص، وبألف هنا وشفا. عاوزة اقولكوا كمان لو عاوزة تحط عليها زبادي، بس انا مش عندي زبادي يعني فمش حطيت. بعد ما بتطفي بتروح حاطة عليها معلقة زبادي. تمام. قلت بقى اسخن بقى، كان العيش فك، قلت اسخن كده العيش وخلاص. هي هطفي على البتنجان، هو كده استوى. شلوحته كده شلوحتين يعني خلاص كده. فقلت بقى اسخن العيش واحضر الاكل كده ونقعد نتغدى. اتفضلوا معانا. عاوزه اقولكوا دي ينفع عشاء وفطار، بس انا كنت عامله الغدا ده النهارده. قلت يوم كده نمشي كده وبألف هنا يعني. الحمد لله كانت اكله زي العسل. عاوزه اقولكوا الاكل اللي بالعيش ده انا بحبه جدا، بيشبع حرفيا كده بيشبع. تمام. عندك بقى طعميه او فول او كده ممكن تعملي كده يعني. خلصنا والحمد لله. كان في شويه غسيل، قلت كده ما هحضرهم معاكم عشان اشجعك برضو. لو عندك لو عندك غسيل تقومي كده وتحطيه في الغسالة كده. تمام. وتدوري وانتي طبعا ماسكه الموبايل وتتفرجي عليا. تمام. ما تروحيش في اي حته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. طبعا الجينز بسيبه لوحده كده، بغسلهم لوحده. دول كانوا بنطلونين هسيبهم لما اكمل عليهم وكده يعني. تمام. عاوزه اقول لكم ان عيالي رايحين جايين يبصوا على الموبايل وانا اقول لهم اسكتوا، عاوزه اصور عشان اخلص افصل الكاميرا. راح ادخلهم الاوضه وارجع اكمل يرجعوا تاني. فقلت احط المسحوق بقى وابدا اشغلها على ساعة ونص كده عشان كانت مليانه. فبعملها على ساعة ونص. انما لو هي مثلا نصها او حبه صغار بعملها تايمر دي برضو بظبطه يعني على كل حاجة يعني. تمام. فانا هي كانت مليانة فعملتها على ساعة ونص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوية مواعين بقى كنا نغسلهم كده ونخلص المطبخ ونروقه وكده. خلصنا اللي ورانا. طول ما انتي سايبة المطبخ نظيف ومخلصة اللي وراكي اكنك مخلصة كل حاجة يعني، اكن الشقة كلها معمول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى نغسل المواعين. طبعا لما ما بتغسلها اول باول بتحسي براحة، وكمان يا بنات يعني تحسي براحة فعلا يعني، كأنك منظفة الشقة كلها يعني لما المطبخ يكون نظيف. قولولي بقى رأيكم في الكومنتات ورأيكم في القناة. بقدم فيها وصفات وكمان روتينات، وكمان لو في ميزانية بصورها وبنزلها لكم. اخر فيديو كنت عاملاه ميزانية عن الفراخ، كنت عاملة 14 وجبة كفيك الشهر كامل. تاكلي 3 ايام في الاسبوع فراخ بألف هنا. ازاي تنظميها يعني وكده، فشوفوها وان شاء الله هتعجبكم يا بنات. مستنيه رايكم في الكومنتات وتعليقاتكم الحلوه. تمام. مع السلامه.